يا صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الشتا داخل، يلا بينا نبلبع فيتامين سي. في ناس بتبلبع ناس بتعز بلبعة فيتامين سي. اول ما يحسوا بالبرد هوبا يا ولاد على الفورات وادينا فيتامين سي. هو فيتامين سي فعلا ليه علاقه بدور البرد؟ رهيب على فكره، وريسيرشز كتيره اكدت ان الناس اللي بتاخد فيتامين سي باستمرار بتقل عندهم نوبات البرد اب تو 50%. يعني هو مهم جدا، داخل في حاجات كتيره جدا في جسمنا، يعني داخل على فكره في البشره، في السنان، في الشعر، اي حاجه ليها علاقه بالكولاجين هتلاقي داخل فيها فيتامين سي. طيب انا محتاجه اخد فيتامين سي قد ايه في اليوم؟ محتاجه اخد من 75 ل 90 مللي جرام في اليوم. الستات في الغالب الافرج 75 والرجاله 90، والحوامل طبعا والرضع بتزيد توصل لغايه 100 و120 مللي جرام في اليوم. طيب هو انا الاكل عندي في حاجه عندي غنيه بفيتامين سي ولا انا مضطر اخده من بره؟ والله كل الخضار والفاكهه بتاعنا غني بفيتامين سي، بالذات الفاكهه اللي هي السيتروس اللي هي البرتقال، الليمون، موجود بقى في الجوافه، وموجود في الكانتالوب، وموجود في الفراوله، في الخضار موجود في القرنبيط والكرومبو، وموجود في البروكلي. يعني كل الخضار والفاكهه الشتويه عندنا، خلي بالكم من كلمه الشتويه دي، غنيه جدا بفيتامين سي. طب انا محتاجه اكل يعني قد ايه عشان يديني ال 90 مللي جرام اللي انت بتحكي عليهم دول؟ تخيلوا بقى ان ثمره البرتقال الواحده، كوبايه عصير البرتقال الواحده، الفلفلايه الواحده، طبق الكنتالوب الصغنن، خلاص، كوبايه فراوله تديني احتياجي اليومي الكلي من فيتامين سي. الله، يعني انا مش محتاجه اخد فيتامين سي من بره. طب ما انا بقول لك اهو يا سيد، انت ممكن تاخد برتقانه واحده، جوافيه واحده، انت خدت احتياجك الكلي من فيتامين سي. امال احنا بناخد فيتامين سي من بره ليه؟ معرفش، حقيقي معرفش. يعني انا لغايه دلوقتي مش عارفه الناس بتروح تاخد فيتامين سي من بره ليه. وفورات الفيتامين سي، في ناس بتاخد، تخيلوا الفوار ده بيبقى 1000 مللي جرام، يعني 1 جرام. في ناس ممكن تاخد قرص الصبح وقرص بالليل، بتجود من عندها، يعني يمكن المناعه تزيد حبتين ثلاثه. هقول لكم على حاجه لطيفه جدا. الفيتامين سي لقوا ان هو ليه تأثير جدا زي ما اتفقنا على البرد، لان هو بيقوي جدا فعلا المناعه، وليه دور جدا في تقويه المناعه. لو ان هو بيحمي من بعض الامراض السرطانيه، لو ان هو بيقلل من اعراض الشيخوخه، ولو ان كمان مشاكل العين زي الميه البيضاء وقله الرؤيه اللي بتحصل مع الايجنج، مع الناس لما الواحد بيكبر في السن، لو ان فيتامين سي من الحاجات اللي بتقللها جدا. بس المفاجاه بقى ان هو لقوا انه فيتامين سي اللي مرتبط بالاكل اللي موجود في الخضار والفاكهه. يعني لما ادوا الناس فيتامين سي من بره الادويه، لو انه تقريبا ملوش اي تاثير خالص. يبقى لو ان الناس دي اللي بتاكل خضار وفاكهه كتيره، فبياخدوا حاجات كتيره منها، من ضمنها الفيتامين سي اللي بياخدوه بجرعه كامله وكافيه، ان هو بيقدر يحميهم من الامراض ديت ويقلل خطر الاصابه. حتى برضه على فكره امراض القلب، لا برضه اللي ليه فيتامين سي ليه دور كبير في الموضوع دوت. يعني الادويه اللي من بره دي ملهاش اي 30 40 لازمه، بجانب ان تركيزاتها بتبقى عاليه جدا. اقل قرص فيتامين سي فيه نص جرام، واحنا ما بنكتفيش بيه. والفورات السهله دي بقول لكم، في ناس ممكن تاخد فوار الصبح، تاخد جرام الصبح وتاخد جرام بالليل. طيب هل ليه اضرار؟ انا لو، طب يا ستي افترضي انا بحب طعمه وبحب طعم الفوار، افترضي خدت كتير، هيحصل فيه مشاكل؟ هيحصل منه مشاكل. اول حاجه ان فيتامين سي اللي انت بتاخده دوت، اصل في ناس تقول لك اصل ده بيدوب في الميه، فاحنا جسمي بياخد احتياجه والباقي بينزل عن طريق البول. لا، هو الموضوع مش كده خالص. اول حاجه الفيتامين سي اللي احنا بناخده دوت، في جزء منه بيمتص وفي جزء منه ما بيمتصش لانه كتير. فالجزء اللي ما بيمتصش دوت بيسحب الميه من الجسم ويبتدي يعمل مغص ويعمل اسهال. دي اول حاجه. تاني حاجه، هو لما بيخرج عن طريق البول بيعمل ايه؟ من ضمن الميتابولايتس، او يعني لما بيتكسر بقى فيتامين سي بيدي حاجه اسمها الاوكزاليتس. خلاص، فطبعا كل ما زاد الفيتامين سي كل ما الاوكزاليتس دي عليت، والاوكزاليتس دي بتنزل عن طريق البول. تاني حاجه ان فيتامين سي بيعيق امتصاص اليوريك اسيد، فيزود برضو اخراج اليوريك اسيد من البول. يبقى انا عندي اوكزاليك اسيد اللي هي الاوكزاليتس، واليوريك اسيد اللي هي اليوريتس، ما بتسمعش في الحته دي يا جماعه. دي الماده الخام للحصاوي، نوعين الحصاوي اللي عندي. فخلي بالكم الناس اللي بتكون حصوات في الكلى والناس اللي عندهم مشاكل في الكلى ما ياخدوش ابدا فيتامين سي، لان فيتامين سي هيساعدهم جدا انهم يجي لهم حصوات في الكلى. نخلي بالنا كويس قوي من الحته دي. يعني انا مش معنى ان انا باخده وان هو بينزل بيمتص اللي انا عايزه والباقي ينزل في البول ان ده كده ان انا محمي، لا.
هيعمل عندي مشاكل في الكلى، وزي ما اتفقنا بيعمل اسهال مع الجرعات. طب انهي جرعات اللي انت بتتكلمي عليها؟ انا عايزه اقول لكم ان مشاكل الحصوات في الكلى واخراج زياده اخراج الاوكزاليتس، قالوا لو الناس بتداوم على اكتر من 500 مللي جرام، يعني اكتر من نص جرام، وانا اعرف ان في ناس بتاخد اب تو 2 جرام في اليوم. 2 جرام في اليوم. قال لك ان اخراج الاوكزاليك اسيد في البول بيزيد لما الواحد بيزود على نص جرام، 500 مللي جرام، اللي هي اقل جرعه موجوده في السوق. فنصيحه يا جماعه، ان احنا ما فيش في الشتاء اكتر من البرتقال ومن الاستفندي، ما فيش اكتر من الجوافه، قرنبيط وكرنب بالعبيط ما شاء الله ما بنتوصاش. فتخيلوا انت لو كلت نص فلفلايه ولا فلفلايه الا ربع، انت حصلت اللي انت عايزه. فارجوكم بلاش ابيوز، بلاش استهلاك للفيتامين سي. ما تخلوش الشركات تستنفع وتستفيد على حسابنا وعلى حساب صحتنا. انا عارفه ان هو طويل، بس هو مهم جدا، والامانه العلميه كان لازم اقوله. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.